السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد. أول مرة تتابع لا تنسى الضغط على زر لايك حتى تكون واحد من أصدقائي. كالعادة جزء أكلتكم المفضلة مشروبكم المفضل. خلونا نبلش. فيديو اليوم راح يكون شوي غريب، والفيديو اليوم راح يكون قصة البيت المسكون في كربلاء بحي العباس. وشنو الحقيقة الكاملة؟ هذا البيت انبنى بسنة 1989، والبيت هذا سكنوا بيه شخصين، زوج وزوجة وعندهم طفلة. انه هذا كان زوجها كل ما يجي بالليل يعذبها، كان انه سكران وهاي يعذبها بشكل مو طبيعي، كل يوم يجي ويعذبها لحد ما الناس تسمع صريخ، والناس تسمع يوميا صريخ، لحد ما اختفى الصوت من هذا البيت. حسب ما قالوا اهل العباس ان هذا الصوت اختفى من البيت، وكان يغتصبهم يوميا لحد ما احد الاشخاص خابر الشرطة اول ما جت للبيت تخيلوا لقوهم مرميين على القاع وميتين. قبل راحوا وشافوه بالغرفة وهو سكران وهاي، فحبايب قبل القبض عليه ودوه للسجن. حبايب اول ما ودوه مع الاسف هذا الشخص توفى، وبشر القاتل بالقتل. حبايب وبشر القاتل بالقتل. من مات هذا الشخص البيت تأجر للمرة الثانية لأحد التجار، وهذا التاجر خلاله حارس بالبيت. لو ما خلى حارس وخلى كلب احسن له، واي احسن. المهم جاب هذا الحارس وحطه. فجأة لقوا الحارس مقتول. من قتله ما حد يعرف شباب. مهم حتى يطلعون جثة الحارس. من طلعوا جثة الحارس حبايب هذا كان بالبيت ما يدري، يعني طالع هذا ايش اسمه التاجر. اول ما اجى حتى يتفقد هذا البيت، اول ما طب انتل بسلك كهربائي. الناس يقولون انه الواير مال السلك يعني ما مربوط، يعني شلون مات؟ فالناس يقولون انه قتله الجن الاسود. بعد ما مات هذا التاجر ب20 سنة البيت بقى مهجور 9 سنوات. من بقى البيت مهجور 9 سنوات هذا البيت بقى مهجور. المهم فبعدها ابو البيت هذا راح لحد ابو العقار طبل المكتب وقال له اريد ابيع البيت. فهذا بالمكتب راح جاب شخص حتى يشتري البيت. واول ما اشترى شباب، اول ما اشترى المهم قعد بهذا البيت. واول ما قعد هو ما يدري بالحادثة، ما يدري انه قتل فلان، قتل الحارس، قتل بيه مرة وطفل. المهم اول ما قعد قام يسمع اصوات، ما أعرف من الحائط أصوات تطلع، بكاء طفل، ما أعرف شنو شباب. لحد ما هذا الشخص شرد من البيت. الحمد لله شردت حبيب والله، لو باقي كان نتل بالبردة كل شي يصير، لو طب التانكي والله العظيم شباب. المهم بعد ما شرد هذا الشخص قررت العائلة المالكة هذا البيت إن يرجعون من أوروبا لهذا البيت. أول ما رجعوا شافوا البيت وسخ، ما أعرف شنو بيه، نظفوه قعدوا بيه. وهم قاموا يسمعون أصوات نفس العائلة القبل، أصوات بكاء طفل، هاي الباب ينفتح من واحدة ما أعرف شباب، لحد ما هجوا طلعون بالبيت. وراح أجيب لكم الحقيقة الموثوقة لهذا البيت. عموما شكرا لكم المشاهدة، لايك واشتراك الفيديو. كان معكم ياسر باعي، مع السلامة حبايب.